كلنا بنحب مع الشاي او القهوة ناخد حاجة حلوة. يعني في ناس بتحب تاخد بسكوت، في ناس بتحب تاخد كيك. انا واحدة من الناس اللي احب اخد قهوتي في الصباح او في اي وقت احس فيه ان انا محتاجة حاجة حلوة. فلذلك قدمت معاكم البراونزي بطريقة سهلة وبسيطة. عملناها اكتر من بعض، بس النهاردة عملناها اقتصادية قوي. يعني اسمها ايه؟ يعني حرفيا هي اقتصادية، سهلة وبسيطة، وتعمليها وانت مغمضة عينك. عايزة اقول ان البراونزي من اكتر الحاجات المشهورة جدا عندنا، وما نقدرش نستخدم عنها خاصة في الصباح مع القهوة. يعني تلاقي اغلب الناس في الصباح في ستاربكس تروح تاخد قهوة او براونزي. هنا هنزل بالدقيق، عليه الفانيليا، عليه ذرة من الملح، الكاكاو، السكر. هضيف كل الخليط مع بعض وهقلبه كويس جدا. البراونيز ما بنحطش عليه بيكنج باودرز. انا ما حطيتش عليه بيكنج باودر عشان تبقوا عارفين. وهنزل هنا باتنين بيض. ضفت بيض لاني مش هضيف زبده ومش هضيف زيت كتير. وهنا هنزل بالزيت بتاعي، وبعدين هنزل بالميه، ما فيش فيها ولا سمن ولا حليب ولا اي حاجه، وكميه زيت بسيطه جدا. وهقلب الخليط كله مع بعض بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا، وهوريكم القوام اللي احنا عايزينه. حقيقي مفيش اسهل ولا ابسط من كده تعمليها. عايزه اقول لكم اني مش بس ولادي اللي خلصوا عليها. بنتي اخدت مكعب في زيبلك وراحت بيه المدرسه، ورجعت سألتني عليه إذا كان في تاني ولا لأ، لأن القطعة اللي خدتها معاها أصحابها شافوها وعملوا تيست عليها وحبوها جدا. ده القوام اللي أنا عايزاه بالظبط. بصوا عامل ازاي، اللون هايل، الكاكاو مظبوط، سكر مظبوط. عملت تيست عليه لقيت كل حاجة بيرفكت حقيقي. هبتدي بقى احطه في القالب او الصينيه بتاعتي اللي انا عايزاها. استخدمت ورق فويل عشان تبقى سهل عليا اطلعها، بدل ما احط الزبده او احط ورق زبده. وهنزل بالخليط بالشكل ده جوه الصينيه. مفيش، انا قلت لكم سهله وبسيطه، على طول طخ طخ يخ تتسد. وبعدين هوزعها بالشكل ده، ههزها او اضربها ضربتين اتاكد ان كلها بقت في القاع. وهجيب عود اطلع اي فقاقيع انا شايفاها بالشكل ده، تتسد يعني رايح جاي عليها كده وخلاص. وابقى قبلها مسخنه الفرن. لازم الفرن يبقى سخن عشان ما ياخدش وقت كتير، وكمان ما تبص مني. درجة حرارة الفرن 190، هيقعد حوالي نص ساعة. من 25 دقيقة تبتدي تراقبيها وتحطي فيها العود من جوه، هيطلع نضيف. وبعدين تسيبيها تبرد وتقدميها بالشكل ده. بصوا عاملة ازاي، يا الله، قطعة شوكولاتة خارجة. بصوا عاملة ازاي، كأنها قطعة شوكولاتة. شوكولاتة شوكولاتة حقيقة. أنا كنت مبسوطة منها، مفيش أسهل من كده. هبتدي بقى أقطعها بالطريقة اللي هتشوفوها معايا. هقول معاكم المقادير سريعا. المقادير عندي دقيق، كاكاو، فانيليا، ذرة من الملح، 2 بيض، مية، زيت. تاتسد، مفيش حاجة تانية، مفيش أسهل من كده. وعملنا الحاجة الخطيرة، مكعبات السعادة اللي انتوا شايفينها دي، تقدروا تقولوا عليها كده. بصوا بقى، خطيرة خطيرة. قطع شوكولاتة، حاجة كده مفيش يعني حاجة تنقلك لمكان تاني خالص. ما تنسوش تتابعوني على قناتي دي وقناتي التانية، بنزل فيديو هنا وفيديو هناك. برضو تابعوني على صفحتي على الفيس، اصل انا طماع. بصوا بقى، تقدميها مع فانيليا ايس كريم لو حابة، ترشي عليها من فوق بودر كاكاو لو حابة، او اسمها ايه، القرفة، او تحطي عليها سكر بودر، او تخلطي القرفة بالسكر او الكاكاو بالسكر على حسب النكهة اللي انت عايزاها، وتقدميها. انجوي.